يا معلم، وحاجة غريبة جدا. طبعا كل مصر وكل عشاق الكورة منتظرة مباراة القمة على أحر من الجمر بقالنا يومين، ويعني تعتبر حديث الشارع الرياضي في مصر هي مباراة الأهلي والزمالك. الغريب والعجيب إن أنا بقالي يومين بالظبط مش شايف أي حد زملكاوي ماشي قدامي في الشارع ولا على السوشيال ميديا. حاجة غريبة جدا بصراحة، لفت نظري بقالي يومين إن أنا مش شايف الزملكاوية خالص، ولا فيه اي حد من جمهور نادي الزمالك بيتكلم عن مباراة القمة. تسأله تقول له يعني ايه رأيك في مباراة القمة، يقول لك انا لا ما ده واحنا هنلعب. يعني الزملكاوية كمان حاطين في دماغهم او عاملين ان مفيش مباراة قمة ما بين الاهلي والزمالك، والناس يعني مش مديك احساس كده ان في منافسة، ان في اي حاجة، وما همش ظاهرين. خلي نادي الزمالك بقى لو كسب النادي الاهلي النهارده هتلاقي في كل مكان هتمشي فيه زملكاوي. اي شارع هتخش منه هتلاقي واحد ماشي عامل لك كده ايه، انا ماشي بتيشيرت الزمالك. يا ابني انت كنت فين بقالك سنه ولا بقالك فتره فعلا؟ يعني يقول لك لا انا النهارده يا سيدي انا فايز عليك. طب ما انت يا ابني قبل المباراه كنت بتقول قمه ايه وبتاع وما عندكش فكره بالمباراه. لو نادي الزمالك كسب النهارده كل مكان هتمشي فيه في الشارع هتلاقي زملكاوي، هتمشي من هنا هتلاقي زملكاوي لابس تيشيرت الزمالك وماشي يتمخطر ويعمل لك كده. اي مكان هتروحه لو رحت شغلك هتلاقي الزملكاويه كلهم موجودين، قعدت في بيتك هتلاقوهم معديين من قدام بيتك ويقول لك انا اهو. هم دولت الزملكاويه بقالهم يومين مش باينين، بس انا بقول لك لو نادي الزمالك كسب النهارده هتشوف الزملكاويه هيعملهم ايه.